بمكونات بسيطة هتطلع معاكي الكيكة هشة. تقدري تعملي منها الجاتو السواري، تقدري تعملي منها الجاتو العادي. مناسبة هنقول المكونات مع بعض. عبارة عن نص كوباية زيت وكوباية الا ربع سكر بودر او عادي، وهتحطي معاهم حوالي كوباية لبن، سواء بقى لبن جاموسي او لبن علب زي ما اللي انا بستخدمه، هتحطي منه كوباية. وهنستخدم الكاكاو الاسباني، ده طبعا بنجيبه من مستلزمات الحلواني، يفضل ما تجيبيش من العطار، او لو ما لقيتيش تقدري تجيبي علبه كاكاو دريم خام حلوه جدا وبتدي طعم الشوكولاته، والكاكاو بتاعها بيدي اللون كمان الغامق. هتحطي حوالي نص كوبايه بمعيار 5 معالق كبار، هتضربوا كويس جدا لغايه ما الخليط يتقل معاكي. يتقل مش يبقى خفيف، لا يتقل. نركز، لازم يبقى تقيل عشان يدي معانا صوص تقيل فوق الكيكه. ناخد منه حوالي كوبايه الا ربع، نحطهم في التلاجة. اما باقي الخليط هننزل عليه بيضتين بدرجه حراره الغرفه، يعني ما يكونوش طالعين من التلاجة، ورشتين فانيليا. انا بستخدم الفانيليا السايله، بتبقى حلوه جدا عن الفانيليا اللي في الاكياس بتبقى فيها سكر. لو ما عندكيش فانيليا سايله تقدري تستخدمي الفانيليا الخام اللي بتتباع برضو عند مستلزمات الحلواني. وهنضربهم مع بعض برضو كويس جدا حوالي 3 دقايق نضربهم. بعد كده هنحضر كوباية دقيق، مش شرط يكون دقيق مخصوص للكيك، لا ده دقيق عادي انا جايباه اللي هو دقيق الحبوبة، واحط معاهم كيس بيكنج باودر، وهنضربهم برضو في الخلاط. مش هنطلع الخليط بره من الخلاط، لا هنضربهم كلهم في الخلاط. اثناء بقى واحنا بنعمل الخليط معانا بنسخن الفرن على درجة حرارة 180، لان ما يخش في فرن دافي. خلاص كده انا ضربت الكيك كويس قوي، وجهزت صينيه البايركس بتاعتي ودهنتها زيت، وهنزل فيها الخليط بتاعي. طبعا باين ان هو خليط قليل جدا، لكن هو بيعلى جامد ما شاء الله في الفرن. هيخش في الفرن زي ما احنا قلنا ده فرن دافي لمده تلت ساعه، وهنختبره بخله. طبعا ما بنفتحش الفرن اول 10 دقايق خالص. ما شاء الله طلعت بعد تلت ساعه. سبتها تبرد كويس قوي، لان في خطوه هنا مهمه جدا. ايه الخطوه دي؟ لبن دافي عليه معلقه بقى كاكاو خام، مع انا حاطه شوكولاته قابله للدهن نوعها اللي هي ماكستيلا. لو عندك نوتيلا سيناتيلا اي نوع قابله للدهن حلو جدا، هندفيهم مع بعض. هنخرم الكيك بتاعنا عشان هنسقيه من الصوص ده، هيخليها كده جوسي وطعمها حلو جدا قبل ما نحط عليها الخطوه الثالثه. هي بالمناسبه انا ما سبتهاش تبرد خالص، لا انا سبتها تبقى دافيه كده. وكمان الصوص ده دافي عشان خاطر لما تبقى سخنة بتشرب الصوص، وانا عايزة كده، انا مش عايزة الصوص فوق، لا انا عايزاها تشرب الصوص وتفضل كده جوسي خالص. كل ما تيجي تقطعي بالشوكة ما بتبقاش ناشفة معاكي. هنسيبها تشرب الصوص بتاعها كويس جدا وتبرد خالص قبل ما نحط الخطوة الأخيرة. سبتها تبرد، طلعت الصوص بقى التقيل بتاع الشوكولاتة اللي حطيناه من الأول كده في التلاجة. شايفينه تقيل ازاي؟ هو ده بقى الخطوه اللي انا بقولك عليها، لازم يكون تقيل. هنفرد بقيه الصوص على الوش. هتحط في التلاجة، طبعا الجو البرد اللي احنا فيه ده مش هتتحط كتير، يعني هي حوالي ساعه او ساعتين لغايه ما الصوص بس يمسك عليها، عشان نقدر نقطعها وتبقى طبقات شكلها جميل وحلو معانا. وتقدري طبعا تزينيها باي شكل. تقدري كمان تقطعي الكيك بالنص وتحشيه كريم شانتيه، لان احنا زي ما شايفين انها كيكه بقت عاليه. تقدري تقطعيها نصين او تسيبيها زي ما انا عاملاها كده. بس هزينها من رشيت، بعد ما قطعتها رشيت عليها كاكاو خام، وعندي شوكولاته قابله للدهن زوقتها عملت بيها ورايدات صغيره جنبيها. شكله حلو، تقدري تعمليه في اعياد الميلاد، جاتو سواريه او جاتو عادي، والطعم حلو جدا وجوسي كده ولذيذ وجميل. اتمنى وصفتي النهارده تكون عجبتكم. انا ايه فاروق من قناه كيك اند كوك ويز ايه فاروق. ما تنساش لو اول مره تشوف فيديو ليا، اتمنى ان انت تدوس زر الاشتراك، ولو عجبتك وصفتي تدوس زر لايك، ولو عايز تتابع بقيه فيديوهاتي تفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد ليا. وشكرا لاستماعكم.